السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ الله الله على الوراك وهي محشية وبتتدلع، ولا بقى نسلقها ولا نحمرها ولا نشويها. طريقة جديدة كده وخفيفة جدا، بس عاملة ازاي ما شاء الله، ومخدتش وقت خالص. الورك مليان كده بخيره، يعني اللي ياخد ورك كده يدعيلي. بس ما شاء الله عامل ازاي، ولا ريحتها بقى والله قلبت المطبخ، هي قلبت الشقة عامة كلها بصراحة. وبص بقى الرز من جوه عامل ازاي، فلفل بقى وكده وجميل. يلا بينا كده نشوف مع بعض هنعملهم ازاي. معايا هنا وراك انا غسلها حلو جدا، ومعايا بصل وطماطم وفلفل الوان، ومعايا هنا طماطمايه صغيره وفلفل برضو وبصلايه مخرطاها، ورز طبعا كوبايه ونص بس رز. البهارات طبعا ورق لوري وحبهان وكركم وبابريكا وسبع بهارات. بص انا بوريكي انا فاتحه الايه الورك، شايله الجلد وايه عن اللحم خالص. اول حاجه نسمي الله كده ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه هجيب كده طاسه وفيها حته زبده، وهنزل بالبصلايه والبهارات وملح كده كلها، وايه معلقه كده صغيره من دبس الرمان، وهنزل بالرز. هحط بتاع نص كوبايه بس رز، انا مش عايزه الرز اسويه قوي، يبقى نص سوا. هنا انا مقطعه بصل وطماطم وفلفل الوان وفلفل اخضر، اي حاجه عندك قطعيه. لو انت عايزه تحطي بطاطس فيها بتبقى برضو حلوه جدا. هنبهر بقى كده البصل والطماطم والفلفل، شوية من الفلفل الأسمر كده، شوية من البابريكا، وشوية من الملح كده، وندعكهم حلو قوي كده مع بعض. أكلة سريعة وخفيفة ومش هتاخد وقت خالص منك. تحط بقى شوية زيت كده ماشي، وندعكهم حلو قوي، نبهرهم حلو. وهاخد بقى شوية كده من الرز عشان ما يتزفرش كله، وهفتح بقى ايه ورك ورك كده تحت الجلد بالمعلقة كده، وزق كده في الدبوس. بصي ما شاء الله. هنا معايا معلقة من الصلصة أو معجون الطماطم، حطيت عليها شوية زيت صغيرين، ودهنت الايه الورق، ورقة كده زبدة، وعليها ورقة ايه الفل. بصي عاملة ازاي ما شاء الله، ريحتها جميلة جدا. بالهنا والشفا على قلبك يا رب. بصي عاملة ازاي، وتنفع حلوة قوي في العزومات. لو عندك عزومة وتعمليها تشرفك كده في ايه قدام المعازيم اللي هم هيجوا. بصي ما شاء الله، بس الورك مالي مركزه، مالي مركزه. ممكن بقى تحمري جنبها شوية بطاطس، طبق سلطة، وهي دي كفاية قوي. بصي أنا بوريها لك بس من جوه، بس ما شاء الله. أتمنى يا رب بقى تجربوها كده وتقولي لي إيه رأيك.